السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بإخواتي وحبايبي، يا رب تكونوا بألف خير. عيد مبارك عليكم يا رب. النهاردة هنعمل الفتة وجمال الفتة. طريقة سهلة وبتكات كده بسيطة وتطلع معاكي أحلى فتة بإذن الله. جبنا مية طبعا، المية مغلية. حطينا اللحمة وأي ريم هيطلع من على الوش هنشيله لحد المية ما تبقى رايقة. هنحط بصل وقوطة، ولو عندك جزر حطي بس كده طبعا، وورق لورا وحبهان حصى. طبعا حبهان انا بفتحه قبل ما احطه، يعني بفتحه بالسكينه قبل ما احطه عشان يطلع الريحه اللي فيه القويه يعني. وطبعا فلفل اسود. انا كده بفتح الحبهان طبعا، وبهارات، ربع معلقه صغيره كده بهارات لحمه. بس بسيب الكلام ده كله على النار، اللحمه بتغلي ربع ساعه، وبعد كده بهدي النار، شمعه يعني النار هاديه جدا. بتديكي شوربه حلوه قوي دسمه، واللحمه بتستوي على النار هاديه بيبقى طعمها احلى طبعا. هنا عندي عيش شامي قطعته مكعبات. عندك عيش بلدي ماشي، بس هو العيش الشامي بيبقى طعمه يعني بحس طعمه احلى كده في الفته يعني. جربيه بالشامي هيعجبك قوي. ولو عندك العيش اللي هو المفقع او العيش عادي يعني هتحمصيه، تمام. هنا بحمر العيش الشامي في زيت، ذرة او زيت نضيف يعني عشان هعمل بباقي الاكل. وبحط معلقتين كبار سمنه بلدي. بعد كده بحمر العيش اللي هو الايه الشامي عشان الفتة. طبعا السمنة والزيت، بحطهم كده كده هستخدمهم يعني في الصلصة والرز. فمفيش حاجة ايه هتخسر معاكي، بالعكس. بس الطريقة دي بتدي تطعيمة حلوة قوي 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 للعيش الشامي او لأي عيش يعني عندك. طبعا هنا بطلعه قبل ما يغمق سنة، لان لما بيطلع بيغمق لوحده. يعني طلعيه فاتح سيكة في التحمير، يعني بالذات العيش الشامي. وادي العيش خلصناه، والسمنة والزيت هستخدمهم طبعا ايه لبقية الوصفات او بقية الوصفة يعني. حطيت، جبت حلة وحطيت معلقتين 3 سمنة بلدي على الزيت، ومعلقة كبيرة توم عشان هعمل الصلصة. هشوح الكلام ده كله تشويحة كويسة، وبعد كده هضيف التوم. اللي وصل لحد هنا بقى يصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، عليه افضل الصلاة والسلام. هنشوح كويس، وبعد كده ايه هضيف قوطة مضروبة يعني في الشفشق، وحط عليها رشة بسيطة كده ايه بابريكا، بعزز ايه اللون يعني ايه بتاع القوطة. طبعا ناس كتير بتحب تفطر بالفتة، وفي ناس كتير بتحب تفطر بالكبدة. فاللي يعجبك يعني اعملي. انا عاملة الكبدة الوصفة اللي قبلها على طول. فاللي يحب في العيد طبعا ايه يفطر كبدة الاول او فتة. وفي ناس طبعا بتعمل الفتة في الغدا يعني مش في الفطار. يلا كل سنة وانتم طيبين، وعيد سعيد كده عليكم يا رب. طبعا هنا ايه، التسبيكه اتسبكت كويس. هضيف الايه فلفل اسود بس، وكمون، وحبه كزبره، ونص مكعب مرقه. طبعا هنا كانت اتسبكت عندي كويس. طبعا هظبط الملح بتاعها، وهضيف كبشتين شوربه بيدوها طعم حلو وقوام احلى. وهنا الحله دي عشان هعمل فيها الرز. طبعا حطيت زيت وسمنه بلدي، وهشوح الرز تشويحه كويسه جدا. الرز الابيض بتشوحيه كويس قوي قوي يطلع معاكي مفلفل وزي الفل. وبحط له ميه، ما بحطلوش شوربه، بيبقى زي السكر. امشي معايا بنفس الخطوات وهتطلعي احلى فته باذن الله. طبعا ضفت الملح، وهشوحه بردك مع الرز كده تقلبتين 3، وبعد كده هضيف الميه بقى ايه. هيكون فوق الرز بايه بعقله صباع صغيره، يعني فوق الرز بحاجه بسيطه. وطبعا هسيب الرز يستوي على جنب، وبعد كده هعمل ايه الطشه الطشه بتاعت الخل اللي هضيفها على ايه على العيش الايه المحمص. حله صغيره ضفت فيها بردك زيت وسمنه بلدي، علشان هشوح معلقه تومه يعني عشان هعمل ايه طشه الخل.
كله الحلل على النار، يعني الطريقة سهلة وبتخلص على طول يعني. كل حلة على النار والموضوع بيخلص بسرعة يعني. إلا ربنا يحسن ما بين إيدِك يا ست الكل. طبعًا ضِفت هنا 3 معالق خل، زي ما تحبّي الخل يعني، اللي بيحب الخل كتير يحط نُص كوباية، بس هنا كان الخل معايا برضك واضح ومضبوط. بس وضِفت الشوربة وهاحط فلفل أسود وبرضك إيه، ونُص مكعب مرقة، اللي مش حابب ما يحطش، بس هو بيعزّز الطعم بس. طبعًا هاسيب الشوربة تغلي، اللي هي شوربة التوم بالخل، يغلي بس غلوة. وطبعًا عندي إيه، في بيحب اللحمة عندي مشوّحة، وفي اللي عندي بيحب اللحمة مسلوقة، فعملت قطعتين كده لحمة مشوحة بسمنة بلدي والباقي مسلوق للي بيحب المسلوق. انت لو بتحبي كله مسلوق تمام، بتحبي تشوحي كله بسمنة بلدي تمام برضه. بعد ما اشوح اللحمة برش في الاخر رشة فلفل اسود بسيطة ورشة ملح، بالطعم برضك الموضوع معايا اكتر. جربي الفتة بالطريقة دي هتعجبك جدا 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 بإذن الله. وربنا يا رب يحسن ما بين ايدك يا حبيبتي، يا رب انت واللي زيك. يلا بقى اللي ما داس لايك يدوس لي لايك وكومنت كده حلو منكم، واللي ما اشتركش في القناة يشترك. احلى فتة لاحلى ناس. انا عارفه انتم ما شاء الله شاطرين، بس جربوا الفته دي ان شاء الله هتعجبكم بالطريقه بالتكات دي يعني بالطريقه دي. طبعا ايه هعمل سرفيس، ولو عايزوا طلبوا تاني يعني هعمل سرفيس تاني. طبعا الفته بقى جنب شويه مخلل كده وبألف هنا وشفا. طبعا ايه بحط اللي هي الدقه اللي هي بالخل يعني الشوربه، بحط حاجه بسيطه لان بحب العيش هنا ايه ما يكونش طري، انا بحب فيه سنه قرمشه بتدي طعم احلى. وحاجه بسيطه جدا جدا صلصه طماطم بس بتطعم معايا، حاجه بسيطه برضك ما تكتريش يعني، ولا شوربه ولا صلصه تكتريه، حاجه بسيطه عشان العيش ما يطرش معاكي، سنه القرمشه دي اللي بتديها طعم احلى بصراحه. بس ومعايا احلى رز مفلفل هضيفه عليه. والتقديم برضك لما تقدمي الحاجه قدام اولادك او ضيوف بشكل حلو، الحاجه بتبقى شكلها يعني بتفتح النفس اكتر يعني. بس حطيت الصلصة وطبعا هحط طبق صلصة تاني على السفرة للي حابب يزود صلصة يعني في الفتة. وادي اللحمة معايا بألف هنا وشفا يا رب، للي هيعمل الوصفة واللي هياكل الفتة. كل سنة وانتم طيبين يا حبايبي يا رب. وكل نفس في حاجة ربنا يا رب يا رب يحققها له يا رب. ادي الفتة يا حبايب قلبي، سهلة وبسيطة، ويا رب تعجبكم الوصفة يا رب. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، مع الف سلامة.